بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جنات الجلالية. نتمنى أنكم بخير وعلى خير أحبتي في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم. اليوم رايحين نحضروا وصفة شهية جدا لشهر رمضان الكريم. شربات يعني شهية ولذيذة وبسيطة، وحتى ما تتطلبش مواد كثيرة. أيضا نتمنى أنها تعجبكم. إذا عجبتكم ما تنسونيش بالاشتراك والجيم في القناة لكي يصلكم كل جديد. بحول الله نمر مباشرة إلى الوصفة والتحضير. إذا في البداية عندي حبة نتاع البرتقال وحبة نتاع الليمون فقط. بهذه رايحة أدير لنا يعني كمية معتبرة من الشربات. إذا من بعد ما غسلناهم مليح ونشفناهم الحبتين في زوج، رايحين نبشرهم في السكرفاج كما راكم تشاهدوا من الجهة الرقيقة بزاف، باش نحيو الزيست نتاع البرتقال والليمون. نحو يعني الطبقة الأولى فقط للبرتقالة، وما نروحوش لهذيك الطبقة البيضاء باش ما تعطيناش ذيك المرارة في الشربات نتاعنا. اذا سكرفجوا البرتقالة كامل، نحيو الزيست نتاعها، ثم نمر الى الليمونة بنفس الطريقة من الجهة هذيك الرقيقة، باش يعني الزيست نتاعنا يكون نادي نوع الماء شوية باش يعاوننا في الخدمة بعد ذلك. وهذا هو يعني الزيست اللي استخلصناه من الحبتين. في هذا الوقت نجيب الكمية من السكر. يعني هنا السكر الحبيبات يعني كل واحد والذوق نتاعو وحسب ذوق كل واحد. انا ضفت هنا كاس الا ربع، وزدت نحيت يعني ربع تقريبا، درت نص كاس فقط وجاتني يعني كافية جدا. وهذا حسب ذوق كل واحد، نقدروا حتى نحيو من هذه الكمية. ايضا نخدمه شويه بالسباتيو، ثم نكملوا باليد نعصروا مليح هذوك لي زيست حتى يطلقوا لنا الماء نتاعهم ويذوب لنا نوع المشويه هذاك السكر. نخدموه مليح باليد كما راكم تشاهدوا، ثم نفرغوه في بول هكذا، نخدموه شويه ثم نروحوا نعصروا الحبتين هذوك اللي كنا بشرناهم، نقسمهم على 2 ونعصروهم. نعصروا الجو تاعهم. انا الكميه اللي تحصلت عليها نتاع الجو كانت كاس نتاع الجو اللي ضفته للخليط هذاك، ثم بعد ذلك ضفت كاس نتاع الماء اللي ما كانش في الصور. هنا نخلطوا مليح يعني الجو مع هذاك السكر واللوزاز تاع البرتقال والليمونه مليح مليح. نعطوه وقت حتى 3 دقائق او 4 دقائق وانا نخلط حتى يذوب لي هذاك السكر تماما. ثم بعد ذلك رايحين نزيدوا نكهه ثانيه. نجيبوا اوراق من النعناع ليعطيه نكهة هائلة في هذا المشروب الشهي جدا. إذن بعد ما نضيفوا له هذاك النعناع والماء والجو، نروحوا نغطيوه ونحطوه يعني في الثلاجة لوقت معين حتى يستخلص لي هذاك المواد كاملة اللي في الزيست، ونعطوه وقت يعني كافي
أنا خليته ليلة كاملة في الثلاجة، يعني استخلص لي لدرجة ما تتصوروهاش بالريحة نتاعو. هنا راني جبته من الثلاجة، رايحة نحطه في إناء أكبر باش نزيدوله الماء يكفينا الإناء. هنا راني ضفت مع 2 الكيسان تاع الماء، راني رايحة نضيف هذه القارورة كاملة اللي ترفد ريتلة من الماء. هنا من بعد ما ضفت الماء نخلطوه مليح باش ينسجموا هذوك المواد كامل مع الماء. يعني جاء مذاق روعة واللون نتاعو هايل، يعني ما كان له نشرو يعني جازوز او مشروبات من الخارج بالمواد الكيميائية، يعني ضرنا في الصحة. هنا في المنزل نخدموه يعني بطريقة سهلة. هنا راني ضفت المغرف نتاع لافاني اللي ثاني تزيد له واحد النكهة رائعة جدا، ثم ضفت علبة من الياغورت. يا حبذا لو كان بنكهة الليمون، أنا عندي حبة نتاع بمذاق الليمون، وأنتم تقدروا تزيدوا أي ذوق إلا نتاع الفراز اللي ما يجيش مع الليمون. هنا راني ضفتهم ومن بعد نخلط جميع المواد مع بعضهم ونحطه يزيد يبرد في الثلاجة، يعني يحط يعني هذا يتقدم هذا المشروب يكون بارد جدا. يعني دائما العائلات الجزائرية ما كاش بيت تخلى من هذا المشروب اللذيذ والمنعش جدا، خاصة في شهر رمضان الكريم. أنا نخلطه ومن بعد نجيب إناء واحد آخر ونصفي هذاك ليزيست ونصفي هذاك يعني النعناع وهذاك كامل باش يكون، يعني كاين اللي ما يحبوش هذاك المواد كي يكونوا في المشروب. هنا رايحين نصفيوه، بعد ذلك نحطوه في يعني في الكيسان تاعنا ونقدموه في يعني طاس تاع الجزاج ولا بطريقة جميلة وأنيقة. بعد هذا دايما كما قلت يتقدم بارد جدا. وهذا هو المشروب نتاعي اللي حضرته معكم لنهار اليوم. شوفوا الأناقة والجمال والذوق الرائع بأبسط الأشياء وخالي خاصة من المواد الكيميائية. هنا راه حضرته جاء بنين هايل، نتمنى أنكم تجربوه إن شاء الله وترجعوا لي الخبر نتاع الذوق نتاعو في الكومنتير. نتمنى أنه عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسونيش بالإعجاب، وإلى وصفة جديدة بحول الله. دمتم